بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع فيديو جديد بنقدم فيه التوجيهات والنصائح والحلول لبعض مشاكل التراخيص في ضوء قانون المرور المصري ولائحته التنفيذية. طول عمرك بتسوق وسط العربيات وفي ضغط عصبي ونفسي، وانت شغال سواق بقالك 25 سنة وعندك العربيات وبتحتك بالسواقين والتأمينات والضرائب والمرور والنيابات والكلام ده كله، وزهقت وعاوز تتقاعد. طيب هتتقاعد هتعمل ايه؟ هتستغنى عن الترخيص. وده موضوع حلقتنا النهارده. لو الموضوع يهمك تابعنا للنهايه. حلقتنا النهارده الاستغناء عن الترخيص لكل من رخصة القيادة ورخصة التسيير. طيب رخصة القيادة ليه؟ أنا عاوز أعمل معاش، قضيت 20 سنة تأمينات متأمن عليها بوظيفة سائق 20 سنة وزهقت من السواقة وعاوز أريح نفسي وأخد معاش وأطلع رخصة خاصة بدل الرخصة المهنية. مش قادر خلاص تمسك الدركسيون، أعصابك تعبت، النظر ضعف، زهقت، تعبت نفسيا، تعبت جسديا، وعاوز تستغنى عن رخصة القيادة وتسلمها وتاخد رخصة خاصة. عاوز تستغنى عن المهنية وتاخد رخصة خاصة مكانها. بالنسبة لرخص التسيير، عندك أكتر من عربية، التأمينات بتعد عليك، فبعت جزء من العربيات والجزء التاني لسه موجود عندك وباسمك وعاوز تستغنى عن ترخيصه، أو موتوسيكل موروث عن الوالد، أو في توك توك عندك وعاوز تستغنى عن الترخيص، فهي الإجراءات المتبعة. نتكلم الأول عن الاستغناء عن رخص التسيير، اللي هي رخص المركبات، السيارات، الجرارات، الموتوسيكلات، المركبة نفسها. أول حاجة بتعمل شهادة براءة الذمة من مخالفات المرور. بتشوف المركبة ديت موتوسيكل، عربية، عليها مخالفات مرورية قد ايه، وبتسدد المخالفات المرورية. بتاخد ايه من المرور عشان تسدد المخالفات المرورية؟ بتاخد شهادة بيانات من المرور مبين فيها جميع بيانات المركبة، بداية الضريبة، نهاية الضريبة، آخر ترخيص. وبما ان الرخصة قد تكون منتهية لأكثر من سنة، فبتدفع الضرائب والرسوم المستحقة عليها بحد أقصى 5 سنوات علشان تعمل ايه؟ شهادة بيانات لنيابة المرور تطلع بيها شهادة المخالفات. من كام يوم ماشي في الشارع وقفني واحد، والله والدي كان عنده موتوسيكل وانا عاوز استغنى عن الترخيص بتاعه، واقف الملف بتاعه في المرور. فايه الاجراءات المتبعة عشان اقفل ملف رخصة الايه؟ الموتوسيكل. سألته في اعلام وراثة، قال لي في قصر. قال لي طيب اخترت النيابة الحزبية بان الوالد المرحوم عنده مركبة او عنده موتوسيكل؟ قال لي لا والله ما اخترناش، لان احنا ما بنستخدمهاش ومش مرخصة بقالها فترة، ترخيصها منتهي بقاله اكتر من 3 سنين سابقة على الوفاة. طيب قلت له تجيب اعلام الوراثة وقرار الوصاية ونشوف مين الورثة ومين المستحقين للايه؟ للموتوسيكل المالكين بالميراث، ونشوف القصر ومن الوصي عليهم او الولي الطبيعي عليهم لو الجد موجود، ونحدد الأنصبة. على ضوء ذلك هتشوف انت عاوز تعمل ايه، عاوز تجدد الترخيص ولا تستغنى عن الترخيص ولا عاوز تبيع. كل حاجة من الثلاثة ديت ليها رد، يعني الاستغناء عن الترخيص ليه رد، تجديد الترخيص ليه رد او ليه شروط وله اجراءات، وكذلك البيع نفسه له اجراءات، وخصوصا في حالة وجود القصر. فقال لي لا والله انا عاوز استغنى عن الترخيص، فايه الورق المطلوب؟ قلت له تجيب الورق دهوت، وحد من الورثه يجي ياخد شهاده بيانات لنيابه المرور علشان يستخرج شهاده المخالفات اللي هي براءه الذمه. خلصتوا براءه الذمه، هتجيب بطايق الورثه كلك، الاصل والصور، صوره من اعلام الوراثه، صوره من قرار الوصايه، الرخصه القديمه، رخصه الوالد القديمه، اللوحات المعدنيه اللي كانت مركبه على المركبه، وبتسلم ده كله. والموظف في ضرائب ورسوم متأخرة بتسددها، في تأمينات متأخرة بتسددها لو مثلا عربية نقل، عربية أجرة، في ضرائب متأخرة على العربية بتسدد ده كله، وبتسلم النمر في مخزن اللوحات.
وبتاخد نموذج 105 مرور اللي فيه بيانات المركبة، ويفيد تاريخ انتهاء الضريبة وتاريخ الاستغناء عن الترخيص. وبينكتب كده: سلمت اللوحات المعدنية للاستغناء عن الترخيص، بحيث يبقى معاك في أي وقت عاوز ترخص تاني فبتقدمه من ضمن مستندات الترخيص أو بديل على الملف. ده دليل أو قرينة إن ليك ملف ترخيصي في المرور، حبيت تجدد أو ترخص تاني بيبقى موجود معاك النموذج، بنطلع الملف وبنجدد لك الترخيص مرة تانية. بالنسبة للاستغناء عن رخصة التسيير، دي بتبان أكتر في الموتوسيكلات والتكاتك. ليه؟ لأن التأمينات والضرائب بتاعتها عالية، زي العربية الأجرة اللي هي التأمينات الاجتماعية والضرائب العامة على التوك توك. وبالتالي العائد بتاعها بيبقى بسيط، بيتفرض عليها رسوم لخط السير، رسوم التأمينات، ضرائب ورسوم المرور. وبالتالي التوك توك اللي هو مش مرخص افضل حالة من المرخص ما بيدفعش حاجة. اللي هو من غير ترخيص ما بيدفعش حاجة، اللي هو مرخص بيدفع تأمينات وضرائب ومخالفات. وبالتالي اصحاب التكاتك بيفضل ان هو يكون غير مرخص. طيب، من حق الراجل صاحب التوك توك دوت يستغنى عن الترخيص؟ طبعا التوك توك زيه كأي مركبة، من حق مالك المركبة الاستغناء عن الترخيص في أي وقت بشرط سداد الضرائب والرسوم المستحقة والمتأخرة، وعمل شهادة براءة الذمة من نيابة المرور المختصة، تسليم براءة الذمة والرخصة القديمة واللوحات للمرور المختص، ويقفل الملف التأمينات والضرائب. طيب، اتمسك بعد كده مسير بدون ترخيص. اتمسك بعد كده مسير بدون ترخيص، بيقوم بسداد الضرائب والرسوم المستحقة، رسم أرضية، ضبط السير بدون قيادة بدون تسيير، وبيدفع له مبلغ حلو، يعني بيدفع له 3-4 آلاف جنيه في حالة الضبط مسير بدون ترخيص. ويدفع ضريبة من آخر استغناء أو من الضريبة السابقة على الاستغناء عن الترخيص لسنة ترخيصية، وما بيخرجش غير بعد ما يسدد كل اللي عليه ويرخص ويشيل لوحات تاني. يبقى من حق الراجل صاحب التوك توك الاستغناء عن الترخيص، بس في حالة الضبط مسير بدون ترخيص تطبق الشروط والجزاءات والعقوبات الواردة في قانون المرور ولائحته التنفيذية. هنتكلم دلوقتي عن الاستغناء عن رخصة القيادة. رخصة القيادة ديت قد تكون رخصة مهنية أو رخصة خاصة. حضرتك عاوز تستغنى عنها لسبب أو لآخر. قد يكون قضية مدة تأمينية أكتر من 20 سنة وعاوز تطلع معاش، ده بالنسبة للرخص المهنية. أو قد تكون بتستغنى عنها لاستبدالها برخصة من نوع تاني، يعني بستبدل مثلا أو بستغنى عن الرخصة المهنية وطلع رخصة خاصة، أو بستغنى عن الخاصة وطلع مهني. في كلا الحالتين يحق لطالب الترخيص الاستغناء عن الترخيص. طيب، أنا عاوز أستغنى عن الترخيص، بعمل إيه؟ الإجراءات المتبعة في الاستغناء عن رخص القيادة إن أنا بروح أطلع شهادة براءة ذمة من نيابة المرور المختصة، وبروح المرور أسلم الرخصة. بالنسبة للرخصة المهنية، لو أنا عاوز أستغنى عنها وأطلع مكانها رخصة خاصة، خلاص النظر تعب، السيطرة على الإيدين، الجسم ضعف، التركيز قل، فأنا عاوز أستغنى عن الرخصة وطلع معاش. سلمت الرخصة، باخد شهادة بيانات موجهة للتأمينات بتدرج الرخصة، خدتها مثلا تالتة امتى، تانية امتى، أولى امتى، بحيث بيقفل ملفك في التأمينات وبيعمل لك معاش. طيب، أنا عاوز أطلع أستغنى عن الرخصة المهنية وأطلع رخصة الخاصة. ده إيه؟ سلمت، معاك رخصة تالتة، بتسلم الرخصة التالتة دهيت مع شهادة المخالفات، وبتقول والله أنا عاوز أستغنى عن ترخيصي التالتة المهنية وأطلع مكانها رخصة خاصة. فالموظف بياخد منك الورق، وعلى نفس نموذج الاختبار بتنزل بالدرجة من رخصة مهنية لرخصة خاصة، بس بيديلك تصريح بشهر مؤقت لحد ما تقفل الملف بتاعك في التأمينات اللي هو تأمينات السواق.
قفلت ملف السواق او تأمينات السواق في التأمينات الاجتماعية، بتروح المرور وبتغير، تكون غيرت في الأحوال المدنية المهنة من السواق لأي مهنة أخرى، وبالتالي بتروح المرور بترجع تاني بتقول والله أنا غيرت المهنة في البطاقة اهوت، وخلصت في التأمينات، قفلت ملف التأمين كسائق مهني، وعاوز اخد المدة الفاضلة في الضريبة، بدل ما كان معاك تسريح بشهر بياخد منك تسريح ويدي لك رخصة بكمالة ال10 سنين. ده بالنسبة لاستغناء عن الرخصة المهنية الثالثة واستخراج رخصة خاصة. طيب أنا عاوز أطلع رخصة خاصة لظروف سفر أو لظروف عمل، فيتطلب وجود رخصة خاصة، بس معايا رخصة ثالثة. رحت المرور امتحنت القيادة للرخصة المهنية الرخصة الخاصة، لا معاك رخصة ثالثة لازم تستغنى عنها، لا يجوز الجمع بين الخاصة والمهنية. تستغنى عنها بتعمل ايه؟ زي ما قلنا بتعمل لها شهادة مخالفات وبتسلمها وتاخد مكانها رخصة خاصة، ومن حقك تسترد شهادة الخدمة العسكرية. ليه؟ لأنها غير مطلوبة من بين شروط الحصول على الرخصة الخاصة. الرخصة الخاصة ملهاش شهادة جيش. حبيت ترجع للرخصة تاني بعد ما استغنيت عنها، يعني استغنيت عن التالتة، عاوز ارجع رخصة تاني درجة تالتة او رخصة مهنية تاني، بتتبع في الترخيص نفس الاجراءات مرة تانية، الكومسيون، الفيش، شهادة الخدمة العسكرية، المؤهل الدراسي، واخلص الاجراءات دي كلها وارجع الملف بتاعي تاني. اتكلمنا النهاردة عن الاستغناء عن الترخيص لكل من رخص التسيير ورخص القيادة، رخص القيادة المهنية والرخصة الخاصة، ورخص التسيير المركبات برد اللوحات المعدنية وشهادة مخالفات وسداد ضرائب والرسوم المستحقة للمرور، والحصول مقابل ذلك على نموذج 105 مرور بيحتاجوا عند الترخيص. نتمنى ان احنا نكون وصلنا المعلومة للجميع.